الجزائر. واكيد تحيه للسيد رئيس المجلس الجماعي لتمجيد السيد جمعه الربيع، للسيد وزير التجديد والمال السيد نزار بركات. وهذه يعني ميزه خاصه تضاف الى الكرم والوفاء الذي تحظى به هذه المناطق الواحاتيه. ستكون هذه مناسبه عظمى للسيد الوزير، ونتمنى ان شاء الله ان تكون زيارات اخرى مستقبليه ببرامج تنمويه اخرى. هذه المره مهداة من قبيله إدبطهيم بالاسم، ستكون مهداة للسيد والي جهة إقليم موادنون. فليتفضل السيد الوالي المحترم لخدمة تنزيل البرامج التنموية في إطار الجهوية المتسعة، وكذلك تنزيل أهم المشاريع التي يحظى بها هذا الإقليم. والشكر للسيد الوالي المحترم على ما تقوم به من خدمات تجاه الواحات وكذلك البرامج التنموية على مستوى جهة إقليم موادنون. هذه منجزات عهدنا من سيادتكم ان تكون، وبفضلكم وبفضل الجميع وبفضل كل المتدخلين. شكرا لكم على ما تقومون به من اجل خدمه التنميه بهذه الاقاليم، وهذا فخر لنا ان يتم تكريم السيد الولي واهداء ناقه من اسم قبيله ابراهيم يقام في سوق تبلاد التراثي والثقافي الايكولوجي. نتمنى من الله أن نسير على خطى صاحب الجلالة دائما، وراكم سيد الولي دائما سنكون، ومن أجل